ازيكم؟ ده بقى احلى وقت نعمل فيه اجمل رز بلبن كريمي زي المحلات ومظبوط جدا. في 10 دقايق بس هنكون عملنا احلى رز بلبن وبتركاية بتخليه حلو قوي. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي هند ودي قناتي، ويلا بينا نبدأ الوصفة. معايا هنا حلة متوسطة، هضيف فيها نص كوباية رز مصري مغسول ومتصفي كويس، بزود عليهم كوباية مية وهسيبهم على النار لحد ما المية تتشرب كلها ويكون استوى. كده كان الرز اتشرب معايا. هبدأ بقى اضيف لتر ونص لبن وكوباية سكر، والسكر هنا على حسب الذوق، ممكن تقللوا، انا بحبه مسكر شوية. هقلبهم مع بعض وهسيبهم على نار هادية لحد ما احضر الخطوة اللي بعد كده. دلوقتي هجهز الخطوة التانية. عندي بولة هضيف فيها كيس ايس كريم فانيليا وكوباية قشطة بلدي، معلقة صغيرة فانيليا سايلة، وكيس كريم شانتيه، معلقتين نشا دوبتهم في شوية لبن. هخلط المكونات دي كلها مع بعض كويس قوي. هنزل بقى بالخلطة الرهيبة دي على الرز واللبن وهسيبهم على النار 5 دقايق كمان مع التقليب علشان ما يتلسعش مننا. بس كده هطفي عليه النار وهبدأ اغرفه في الاطباق وهو سخن. شايفين قوامه كريمي وغني ازاي؟ حلو قوي بجد، لازم تجربوه. هبدأ بقى اغرفه في بولات صغيرة وبحطه برضو في طواجن لو حد بيحبه في الفرن. بخلص الكمية كلها. كده كنت خلصت كل الكمية. الطواجن اللي بتدخل الفرن بحط على وشها كده قطع زبدة وقطع قشطة وسكر، بيتكرملوا مع بعض وبيطلع حلو قوي. 5 دقايق كده تحت الشواية وبخرجه، والباقي بسيبه في التلاجة. بس كده ده شكله النهائي. انا زودت عليه مكسرات وزبيب واي صوص عندكم بتحبوه، طعمه حلو قوي وكريمي. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وبألف هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفاتي، واشوفكم بخير في فيديو جديد.